بيبدأ الفيلم بداني اللي بتكلم حبيبها وهي بتعيط وقلقانة علشان أختها بعتت لها رسالة، وهي ردت عليها 3 مرات لكن أختها مش بترد، وهو بيرد عليها وزهقان من عيشته وبيقول لها أنتي أصلا دراما كوين وبتعملي من الحبة قبة وكفاية نكد بقى. أنا بأكد لك إن أهلك كويسين. وهي قعدت تقول له أنت صح وأنا بحبك، يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي. واتصلت بصاحبتها وبتقول لها نبرة صوته بتقول انه زهق مني وانا خايفة قوي يسيبني وحاسة اني بتقل عليه، واللي بتقول لها الراجل اللي ما يقفش جنبك وقت زعلك بدليه بمروحة تطري عليكي. وبعدين وكريس قاعد هو واصحابه عمالين بيقولوا له وتسيبها بكرة ليه، ما دلوقتي احسن، انت شوف لك واحدة فرفوشة تنام معاها براحتك بدل الكآبة دي. وبتتصل بيه داني وهي بتعيط بحرقة، وبنشوف بعد كده عيلتها وهم ميتين في شقتهم وهي منهارة من العياط، وكريس قاعد جنبها. وبيورينا الفيلم لوحة فيها بنوتة بتطبطب على دب. وعلشان تعرفوا فك رموز اللوحة والعلامات اللي في الفيلم انصحكم تشوفوا الفيديو بتاعي بتاع الشرح اللي موجود على القناة برضه. ونرجع تاني لكريس واللي بيقول لاصحابه انا عزمت داني تيجي معانا السويد، وبيسافروا فعلا. وبيل صاحبهم اللي عازمهم اصلا علشان يقعدوا مع القبيلة بتاعته بيقابل اصحابه من القبيلة، واللي كل واحد فيهم عازم اصحاب تانيين من دول مختلفة علشان يحضروا المهرجان اللي بيعملوه في القبيلة. وبتيجي عليهم الساعة 9 بالليل وهم قاعدين في عز النهار وبيبدأوا ينزعجوا من الموضوع ده. وبنلاقي داني ايديها زرعت والشجرة زي ما تكون بتسيح على بعضها، وبتقوم داني مخضوضة وسمع صوت حد بينادي عليها، وهي مشيت وكريس بيقولها اجي معاكي، قالت له لا. وبتدخل كوخ او بيت صغير وبتولع كبريت وبتشوف حد، وبعدين بتبص تاني في المراية بتلاقي وشها زي ما يكون محروق، وبتطلع تجري وبيصحوها من النوم. وبيكملوا مشي لمكان القبيلة وبيوصلوا، والناس واقفة في انتظارهم وطالين عليهم بالأبيض. والأب أود بيسلم عليهم وبيقول لداني نشيه الترحيب احنا فرحانين احنا مبسوطين. وبنشوف واحد واقف بيلقي كلمة الافتتاح للمهرجان والناس بترقص رقصة البطريق. وبيقوم كريس يقول يا عم الأبيض ده ميسيبنيش ويمشي كده. وبيلي بيدي داني رسمة ليها وهي لابسة تاج هدية عيد ميلادها. وبيروح يشوفوا مكان النوم، وبيقول ان الناس من يوم ما بتتولد لحد سن 18 ده اللي بيمثل وقت الربيع في عمر الانسان ومكانهم هنا. وبعدين من 18 ل 36 اللي بيناموا هنا وده فصل الصيف. وبعد كده بيروحوا يناموا في حتة تانية من 36 ل 54 اللي هو سن الخريف. ومن 54 ل 72 ده بيعتبر الشتاء. وبتقول له داني وبعد 72 ايه اللي بيحصل، وبيشاور لها انهم بيموتوا. وتاني يوم اللي هو اول ايام الاحتفال الكبير بنشوف الناس فرحانه وبيمرجحوا الملايه، معرفش ليه بصراحه بس اكيد الملايه نفسها تفرح. وبيقول له يا عم احنا هنفضل واقفين قدام الاكل هنا لامتى، قال له اصل الاكل ده بتاع المنتج. وبيخرج علينا 2 لابسين ازرق، ولما بيقعدوا الباقي بيقعدوا وبياكلوا. وبعدين بيشيلوا الاتنين دول بكراسيهم، وبنلاقي الناس واقفين بيتفرجوا على الجبل. وبنشوف الاتنين طلعوهم فوق الجبل وكل واحد فيهم بيعوروا ايده وبيمسحوا ايديهم على حجر، وهوب بيروحوا نطين من فوق الجبل. وداني واقفة في حالة صدمة، وباقي اصحابها بيزعقوا متضايقين من اللي حصل. والراجل بينزل عايش وبينازع، وباقي القبيلة بتنازع معاه تضامنا لحد ما بيروح واحد مديله شاكوش في دماغه جايب اجله. وداني بتروح تلم هدومها وبيلي بيروح وراها علشان يهديها، وبيقول لها ان الألم اللي في قلبها عدى ورشق في قلبه، بس العيلة هنا بتدعم طول الوقت علشان كده الواحد ما عندوش فرصة للاكتئاب. وبيمسك ايديها وهي بتقول له كريس هيجي يكسر لك ايدك علشان انا حبيبة كريس. قال لها بذمتك ودينك، طب هو طيب معاكي، هو حنين وياكي، بصوت سميرة سعيد. وتاني يوم الصبح راح صاحبهم يفك مية، لقى واحد عمال يزعق اتاريها شجرة مقدسة. وبنشوف الاب أود بيقول لكوني بنت من السياح اللي جم يحضروا الاحتفال ان صاحبها سبقها على القطر والعربية هتبقى تيجي تاني علشان تاخدها، والبنت بتقوله ده تهريج وبتمشي. وبتدخل داني المطبخ بتاعهم وبتشاركهم تحضير الاكل وبيقعدوا ياكلوا. وواحدة بتنده على صاحبهم مارك وبتقوله تعالى دلك، وبيروح معاها. وبالليل بيخرج جوش وبيروح المعبد المقدس علشان يتصور الكتاب بتاعهم وده ممنوع. وبيدخل عليه مارك وحد شكله غريب بيقتله،
وتاني يوم بيصحوا يفطروا، وبيقوم الأب يقول إن الكتاب بتاعهم اتسرق من المعبد وياريت اللي أخده يرجعه. وبيقابلوا اتنين كبار من أهل القبيلة وبيسألوهم فين صاحبكم جوش ومارك، وكريس بيقول علمي علمك. والراجل بيقول لداني انت هتروحي تشاركي مع الستات، وانت يا كريس هتروح البيت ده. وبتلبس داني لبس زيهم، وبنشوف داني واقفة مع البنات في مراسم الاحتفال، وبتبص تلاقي رجليها زرعت. وطنط بتبدأ المسابقة وبتقول لهم الهانس في الدانس يا اكسلانس، واخر واحدة هتفضل واقفة على رجليها هنديها التاج، وهتبقى أكسانة في نفسها. وبنشوف كريس قاعد في أوضة مليانة رموز، والست بتقوله مبروك انت ومايا متطابقين في كل حاجة وجوازكم متوافق عليه. والبنات بيرقصوا وكل شوية تقع واحدة، وبتكلمها البنت اللي جنبها بالسويدي، وداني بتلاقي نفسها بترد عليها وفهمها رغم انها مدرستش سويدي. وبيقع اخر اتنين، وطنط بتعلن داني ملكتهم الجديدة، والناس كلهم فرحانين بيها وبيهنوها، وبيشيلوها على منصة التتويج وبيمشوا بيها وبيغنوا لها، وبيوصلوا للمائدة، ولما هي بتقعد الباقي بيقعد. وبيجي كريس يقعد متأخر وبعيد طبعا عن داني لأنها الملكة دلوقتي، وبيسأل كريس عمه هو ايه اللي بيحصل. بيروح مسقف في وشه والدنيا زي ما يكون بتتهز. وبيشربوا في صحة الملكة، وبنشوف الأكل بتاعهم غريب جدا. وبتقوم مايا من على الأكل وهي بتبص لكريس، وبيركبوا الملكة عربية وبيقولوا لها روحي باركي الزرع. وفي واحدة فرشة طريق من الورد قدام كريس وهو مشي عليه، والملكة مكملة الطقوس بتاعتهم. وبنشوف كريس لبس هدوم زيهم وبيدخل مكان مايا مستنياه فيه، وبيحصل بينهم علاقة. والملكة بتخلص لفتها وترجع تسمع صوت الستات اللي مع مايا وكريس، وبتروح عندهم وبتشوفهم وبتبكي، وبياخدوها البنات لسريرها، وكلهم بيمشوا معاها على نفس الصرخة والبكا. وبنعرف ان اصحابهم اللي اختفوا دول اتقتلوا. وبنشوف القبيلة متجمعة وبيقولوا النهاردة هنضحي ب9 أرواح بشرية، ضحينا ب4 والملكة هتختار واحد، وفي 2 متطوعين و2 بالقرعة. وبتختار الملكة تضحي بكريس، وقالت له اهون عليك تهون عليا، عبد الملك زرزور ستايل. وبياخدوا الجثث وبيدخلوها المعبد، وبيحطوا كريس جوه دب متفرغ من اجهزته، وبيولعوا في الجثث، وكريس بيولع حي والاتنين المتطوعين. وداني بتتفرج والناس بتصرخ بره تضامنا مع اللي بيتحرقوا جوه، او عشان مجانين الله اعلم. والمعبد كله بينهار، وبنشوف على وش داني نظرة ابتسام ورضا لأنها انتقمت من كريس اللي خانها ولقت مكانها المناسب كملكة للقبيلة.